قديس يوحنا ذهبي الفم كان يعشق معلمنا بولس الرسول، وكان يرى فيه أعظم من الأنبياء. وكان يقعد يقارنه بين يوسف الصديق ويقول هو نفس الطهارة، ويقارنه بهابيل، ويقارنه مش عارف بمين ومين. وماذا أقول أيضا لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء. واضح إن هو ياخدوا بالكم غار منهم قوي. قال ما ينفعش يبقى في حد بيحب حبيبه أكتر مني، ما ينفعش أنا هسهر الليل والنهار أحب في المسيح، لأن محبة المسيح تحصرنا، محصراني. اللي تدركوا محبة المسيح الفائقة حتى تدركوا ما هو الطول والعمق والعلو والارتفاع. ايه ده؟ واحد دخل مش في مغارة علي بابا، انا سامع حد بيقول كده اهو، ما دخلش مغارة علي بابا، ده دخل في حضن الآب، دخل في حضن الآب اللي ربنا سابولنا في الكنيسة هنا عشان يغرق في الحب الإلهي. يا بولس هيرجموك، ما يرجموا. يا بولس تتكسر بك السفينة، ما تتكسر. يا بولس ايه الدماغ ده؟ ده دماغ مليان بالحب، ده دماغ مسبي، ده دماغ مش هنا خالص. يضربوا فيه بالعصي 3 مرات والسفينة تتكسر و49 جلدة إلا واحدة، وفي أصفار وفي أصوام. مش مهم. ده واحد شاف حبيبه قدامه كده مش قادر يرفع عينه عن حبيبه وجمال حبيبه، مش قادر يوصف. بولس الرسول ده كان عامل زي العداء بتاع الماراثون، بيجري عشان كل شوية يجيب واحد يحطه في حضن المسيح، يجري ويجري 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 ويجري، عايز كل الخليقة كلها في حضنه ويحطها في حضن المسيح. عايز يقول لهم مفيش زيه. خد بولس الرسول من هؤلاء الحب. هؤلاء لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاين وشقوق الأرض، من أجل إيه؟ محبتهم في الملك المسيح. ده اللي بيقولوا في الجسمة، تائهين في براري. تاهوا يا عيني، ده عيني علينا احنا، مش عليهم هم. تايهين في الدنيا، سرحانين في اللي بيضايقنا واللي بيكلمنا واللي بيشتمنا واللي بيدعي علينا واللي عايز ياخد مكاننا واللي بينافسنا في العيادة واللي بينافسنا في الشغل وفي دروس الخصوصية واللي اتخطبت واللي ما اتخطبتش. لكن دول تائهين في الحب الإلهي، سابحين مسبحين في لجج النور الإلهي كده مع أنبا كراس. تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. ايه ده؟